السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. يوم جديد وفيديو جديد، بس قبل اي كلام نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حطوا لايكات كتير 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 واشتركوا في القناة وكومنت منكم يا حبايبي يسعدني ويفرح قلبي. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، كبار وصغار كلنا بنحبها، وانا واثقة انك انت هتقومي حالا تنفذيها وتفرحي كمان ولادك بيها. يلا بينا نشوف مقاديرنا البسيطة جدا والاقتصادية. النهاردة مقاديري اقتصادية جدا، هتعملي دوناتس جميلة خفيفة هشة بطريقة اقتصادية جدا. عندي هنا انا حطيت كوباية ونص من المية، حطيت عليهم 3 معالق كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. خلي بالك معايا في المقادير، وكمان انا هكتب لك المقادير في صندوق الوصف. هدوب الخميرة مع السكر والمية كويس قوي، ويستحسن كمان لو تكون مية دافية. عايزة تستبدلي المية بحليب مفيش أي مشاكل. حطيت هنا بيضة وحطيت ربع كوباية من الزيت. طبعا البيضة أنا ممكن أستغنى عنها أو ممكن أضيفها، بس هي بتديني هشاشة وبتديني طعم حلو قوي للدوناتس. هنا معايا 500 جرام من الدقيق، ما ضفتهمش كلهم يعني نص كيلو. حطيت عليه ذرة صغيرة من الملح ومعلقة كمان صغيرة من البيكنج باودر. ليه البيكنج باودر؟ ليه؟ لان البيكنج باودر بيديني العجينة، بيخليها ترتفع معايا كده وتبقى هشة وتبقى خفيفة من جوه عاملة زي الاسفنجة. هعجن كده كويس قوي، ولو هشوف نفسي لو محتاجة الدقيق هضيف الكمية اللي متبقية معايا كلها. انا فعلا لقيت العجينه ملزقه معايا شويه، فضفت شويه الدقيق اللي كانوا متبقيين. وكده هاخدها على سطح العمل. يا جماعه انا عايزاها عجينه طريه تكون بتلزق في ايديا، مش عايزاها تكون عجينه ناشفه متماسكه، عشان تبقى هشه وخفيفه في المعجنات. هتقولي لي طبعا ان هتبقى معايا صعبه شويه في التقطيع والتشكيل. هقول لك اشتغلي بالراحه وعلى مهلك خالص، وان شاء الله تديكي نتيجه حلوه جدا. بعد كده ما عجنتها كويس قوي، خدت معايا في العجن حوالي 5 دقايق. غطيتها كده. طبعا على حسب درجة الحرارة اللي عندك، هتاخد نص ساعة تاخد ساعة، على حسب درجة حرارة الجو اللي انت حاطة فيه العجين. قسمت العجينة كده نصين. هبدأ اخد النص الاولاني وهحطه على سطح العمل، وهرش شوية دقيق بسيطة جدا، او ممكن عايزه تفردي على زيت مفيش مشاكل، بس انا يستحسن فضلت الدقيق. هساوي كده عشان انا عايزه العجينه بتاعتي على شكل مستطيل. هحاول اسويها واخلي السمك بتاعها يكون واحد، واتاكد ان السمك كله واحد. وهبدا اقطعها كده مثلثات على قد ايدك ما تظبط وقطعيها. هبدا الفها كده رول زي الكرواسون بالظبط، واركنها على جنب. دي طريقة من طرق الدوناتس، يعني انت عايزة تعمليها بالطريقة دي عادي مفيش مشاكل. عايزة تعمليه اي شكل من الاشكال اللي انت تعرفيها برضو مفيش مشاكل، على حسب ذوقك وحسب الشكل اللي انت عايزاه. ادي طبعا شكل كده، وهنشوف مع بعض دلوقتي الشكل التاني. يلا كده انا ركنتهم على جنب واغطيهم كده هون عشان وشهم ما ينشفش. كده فردت الجزء التاني. طبعا الزوايد دي انا هخليها هجمعها في الاخر برضو، وهعمل منها برضو كمية تانية. كده بقطعها عندك او باي حاجة تكون عشان تطلع الاحجام كلها عندك متساوية. وهاخد كده الدواير واحاول اسويها برضو، واخلي كل دايرة او كل قطعة من اللي معايا كلها سمك واحد باي حاجة عندك كده. وهديها كده ايه، هاخد منها الجزء اللي في المنتصف ده هو، وهخليها كده شبه الكحكة. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ وبرضو هركنها على جنب لغاية ما تخمر. انا كده هسيبها مرحلة تخمير تانية. انا خمرت العجينة الاول، وبعد ما اقطع العجينة واشكلها هسيبها كمان حوالي نص ساعة كمان عشان تخمر كويس وتديني هشاشة. يعني كل العجينة ما تخمر معاكي هتكون هشة معاكي وجميلة جدا، والمخبوزات بتاعتك هتكون خفيفة. طبعا انا ده الجزء اللي اتبقى معايا.
طبعا جمعته كده وبشكله تاني برضو. فانا كان عندي الاولاد طبعا حابين الشكل المدور. بعد ما خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين، هجيبها كده بفوطه او كيس بلاستيك، بس انا كان عندي الكيس البلاستيك صغير شويه، فجبت فوطه كده وغطيت الكميه كلها. وطاسه على النار حطيت فيها زيت، ما يكونش الزيت سخن قوي ولا بارد برضو قوي، وهبدا كده احمرها واقليها في الزيت. شايفين يا جماعة كده اول ما تنزل الزيت بتتنفخ كده وحجمها بيتضاعف. ليه؟ لان انا اديتها وقت في التخمير، خمرت كويس، خدت حوالي نص ساعة. فده لما تيجي تقليها ما هتلاقيهاش طبعا لزقت منك او حاجة، بالعكس دي هتلاقيها قبت معاكي كده بسرعة، ومش هتاخد اي وقت خالص لان العجينة بتاعتك خفيفة. كل ما تكون العجينة بتاعتي خفيفة مش هتاخد معايا وقت في القلي خالص. بعد كده طبعا ما خلصت الكمية كلها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، نص كيلو دقيق، شايفين عمل لي كمية حلوة ازاي. هبدأ طبعا كده بشاليمو او بأي حاجة، هبدأ افتحها كده فتحة صغيرة. وعندي صوص الشوكولاتة، هحشيها شوكولاتة، هحشيها مربى، احشيها اي حاجة انتي بتحبيها حسب ذوقك وذوق اولادك طبعا، انتي عارفة، واحشي بالطعم اللي انتي عايزاه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الكرواسون اللي بالشكل ده انا حشيته شوكولاته. بالنسبه للمدور ده طبعا ليه صوص شوكولاته، صوص فراوله، ورش كده على الوش. عفوا يا جماعه، وارد ان احنا نخطأ في الكلام عادي جدا. يلا اللي معايا لغايه دلوقتي في الفيديو يحط اللايك الجميل يا جماعه، ويشترك في القناه عشان وصفاتنا الجايه جميله جدا جدا جدا. ما اكدبش عليكم طبعا انا اول مره اجرب الدونتس واعملها، بس كنت حابه التجربه والحمد لله طلعت معايا ونجحت معايا زي الفل. يعني ما تقوليش ان انا اول مره هعمل حاجه ممكن تبوظ مني، لا ده هتطلع من ايدك فل يا ست الكل. وجربي كده وان شاء الله هتعجبك وتدعيلي. يلا حبايبي اللي ما حطوش اللايك لغايه دلوقتي، يلا ننزل نحط اللايك ونرجع نكمل مع بعض تاني، عشان هنشوف طراوه العجينه من جوه والخفيه بتاعتها عامله ازاي. شايفين الشكل جميل ازاي؟ يلا كده على قد ما قدرنا واتعلمنا، عملنا حاجة نفرح بيها ولادنا. طبعا كل مرة هتكرري فيها الحاجة هتبقى أجمل وأجمل. طبعا ما تعودناش ان احنا نقول ما نعرفش، ما تعودناش ان احنا نقول لا مش هعمل، لا طبعا دي حاجة نظيفة من ايدك، حاجة مضمونة في بيتك، وبأقل التكاليف هتعمليها بدل ما تشتريها من بره غالية. يلا حبايبي الحلوين اللي ما حطش لايك لغاية دلوقتي يحط اللايك، وانتظروني الفيديو الجاي. ولو عجبتكم الوصفة اشتركوا في القناة واكتبوا لي كومنت حلو يشجعني ويفرحني. حبايبي طبعا اللي بيتفاعلوا معايا على الفيديوهات وبيكتبوا لي كومنتات، شكرا شكرا جدا ليكم، بحبكم في الله. يلا كده جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم فيها ايه. شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ متغرقة شوكولاتة ومتنغنغة شوكولاتة من جوه. صوص الشوكولاتة سهل جدا، انت ممكن تعمليه في البيت برضو. هنبقى نعمل الصوصات دي في فيديو ان شاء الله مع بعض قريب. شايفين من جوه عاملة ازاي؟ مستوية وجميلة وعاملة زي السفنجة، عاملة زي القطن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا حبايبي الحلوين بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.